الحمد لله الذي جمعنا على ذكره والصلاة على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم في روضة من رياض الجنة في ليلة الجمعة فضلا منه وتوفيقا، حمدا يأذن بالمزيد ويجمعنا دائما في حضرة جمع الجمع. صلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم وجلل وقدس على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ديهور الحضور خلف السطور، حيثما كان أو يكون نور على نور، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، أهمية الذكر والسلوك في حياة المؤمن، وهذه الفريضة ضائعة اليوم، وكثير من الناس يتخبط بسببها. مرض ولا واصف له ولا طبيب له. الأطباء أنكرناهم وكفرناهم وبدعناهم، فالبقية الباقية منهم يحافظون على عرضهم وأغلقوا أبوابهم، وبقي أناس مرتزقة باسم الدين يتكلمون في القنوات، وتعلمون القنوات لماذا جعلت. والإعلام وما أدراك ما الإعلام ينظر بعين واحدة، عين الدجال. أما أهل الله الذين أذن لهم الرحمن سبحانه وتعالى أن يبقوا خلائف للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة، ويربونهم ويرقونهم ويزكونهم، وديننا دين تزكية قبل التعليم، ويزكيهم ويعلمهم، فقد نبذناهم والعياذ بالله. فنبذنا الله سبحانه وتعالى، فتهنا في وادي الشهوات. اليوم الشباب يشكي والكبار يشكون، بل والصغار يشكون، الكل يشكي. فأزمة الأمة اليوم ليست أزمة اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا أي شيء، بل حتى ليست أزمة دينية من حيث الإقبال على العبادات. أنتم ترون اليوم كيف المساجد مملوءة، وكيف العمرات والعمرة، وكيف حفظة القرآن الكريم، وكيف كذا وكذا، ولكن المناكر تزداد، والظلمات تزداد، والمشاكل تزداد، وقلة الأدب والحياة تزداد. وإذا لم يكن الدين يحافظ لنا على هذه القيم والمبادئ فماذا إذن؟ ألم يقل المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: الدين المعاملة؟ نعم، تجد إنسان باسم الدين يضرب أمه ويعصي أباه، باسم الدين يتجرأ على شيخه وعلى أهل البيت وعلى الصالحين، بل على الجناب النبوي الشريف باسم الدين. ألم يكن الدين وبالا عليه؟ إذن أزمة الأمة اليوم أزمة روحية، أزمة قلوب. فسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لساداتنا التابعين: قالوا: أوتينا الإيمان من قبل أن نؤتى القرآن، وأنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان، فأنتم تقرؤون القرآن تنظرونه كنثر الدقل. هكذا اليوم صار لنا، ينقصنا الإيمان. ليست الأزمة وليست المشكلة في كثرة الفتن، ولكن المشكلة في قلة الإيمان. فكثرة الفتن كانت في أزمنة سابقة، ولكن لما كان أهل ذاك الزمان أهل إيمان وإحسان، حفظهم الله سبحانه وتعالى، ولو أووا إلى غار، كما قال سبحانه عن أصحاب الغار، أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. كانت من ضدهم آنذاك الرومان ضدهم، كما نقول احنا اليوم الأمريكان ولا دولة كبرى، وهم 7 وثامنهم كلبهم، ومع ذلك أواهم الله في كهف، وكانوا عبرة لمن يريد أن يعتبر. في زمن ساداتنا الصحابة كذلك حدث الظلمات الجاهلية، ولكن القلة القليلة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإيمان قوي، فحفظ الله لهم سبحانه وتعالى دينهم، وكانت الشوكة معهم. أما اليوم نحن كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، كما وصف المعصوم صلى الله عليه وسلم. ينقصنا ماذا؟ لب الدين.
الإمام السيوطي الحافظ الكبير يقول التصوف لب الدين، هو لب الدين. لماذا لب الدين؟ لأنه لما جاء يرتب صلى الله عليه وآله وسلم هكذا قال: إسلام، إيمان، إحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان لغة مأخوذ من أحسنت أو أحسنت الفعل. إن الله يحب الإحسان في كل شيء، فإذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته فليحد شفرته، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم. شوف، الإحسان من هي مراقبة لله في العبادة، وهنا حتى في الحيوان، فإحسانه مع الخلق ومع الحق سبحانه. فكيف إذا صرنا نحد الشفرة لنذبح أخينا المؤمن؟ يعني كيف سيكون الدين يعني؟ إذن الأزمة أزمة التصوف، ولكن المرجع إلى التصوف كيف؟ المرجع إلى التصوف يدور كله على ماذا؟ التصوف مداره من بدايته إلى نهايته على الذكر، على حياة القلب، فالذكر حياة القلب. يعني الإنسان إذا لم يذكر الله ولم يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يتصل بالله ورسوله، لن تكون هجرته إلى الله ورسوله، فستكون هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها والعياذ بالله. انظر في أي مسار ستسير. كثرة الفتن من هنا وهناك كما قال بعض الشعراء، يعني ألقاك مكتوفا في قعر البحر وقال لك إياك أن تبتل. يعني واحد يكتفك ويلوحك في وسط البحر يقول لك عندك لا تبل، دير حسابك. يعني احنا في فتن، كيف ننشل من هذه الفتن؟ اللهم إلا بالذكر، بنور الذكر، حياة القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوب من ذكر الله. إذن قضية قلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من يخرج من الظلمات هو من جعل له الله نور. النور كيف نكتسبه؟ بهذا، بسلوك التصوف، بسلوك الطرق الصوفية اليوم التي صارت بدعة عند الناس. يعني حينما نقول بدعة يعني انظر أنت، يعني يأتي واحد مثل الشيخ سيدي عبد القادر قدس الله سره، يعني إمام من أئمة الشريعة وإمام من أئمة السلوك، نعم، وإمام من أئمة أهل البيت، يسخر حياته في السلوك، نعم، حوالي 40 سنة وهو في السلوك، عبادة وتقوى، وحتى يشهد له كل يعني أهل يعني العراق والشام وبلاد العرب. ثم من بعد هذا يجلس للتربية ويربي الناس 50 سنة، ومن بعد هذا تؤسس طريقة صوفية وتتربع عليها الأمة حوالي 10 قرون، ومن بعد كي نجيو احنا الشرذمة المتأخرة نقول بأن هذه بدعة. يعني احنا أعرف من هذا كل السلف الذين مضوا. إذا دخلت 10 قرون من الأمة المحمدية النار، وش قاعدين نديروا احنا؟ يعني الجنة لا لين احنا شوي، احنا قاشي الانترنت ولا قاشي الأسواق ولا وتسكع يعني في الشوارع، هذا احنا اللي دخلنا ربي الجنة. اللهم ستكون نار هذه الجنة، إذا دخلنا احنا ستكون نار، وإذا دخل الشيخ سيدي عبد القادر النار ستكون جنة. يعني بأي منطق نفكر نحن؟ يعني بأي منطق؟ يعني أناس يقول قائلهم 40 سنة وأنا أصلي صلاة الصبح بوضوء العشاء يدخل للنار ويكون ضال ومضل. ويعني أناس ظل مقابل الكاميرا، نعم، وهم يدهنوا له في وجهه ويديروا له في هذا المزينات الوجه، ومقابل النساء كاسيات العاريات يدخل الجنة. وهذا هو الدين، وهذا هو سبحان الله العظيم بحمده. على من نضحك؟ إذا احنا يعني استغفلنا الخلق، هل سنستغفل الحق سبحانه؟ نستغفل أهل الحضرة؟ سبحان الله العظيم بحمده. ضاعت الأمة في هذه العشريات الأخيرة هذه بسبب هذا الكلام، فضاع الشباب. اليوم الشباب شكاويهم تصلنا يعني بالآلاف المؤلفة، كل يشكي، من يشكي الإلحاد، ومن يشكي الشبهات، ومن يشكي الشهوات، ومن يشكي يعني عن أبنائه الصغار، يعني دخلوا في أودية، نعم، لم يدخل حتى الكبار من يعني في الأزمنة الماضية. يعني طفل صغير هكذا تجده يعرف أشياء على أمور الزواج لا يعرفها حتى الكبار زمان، وهكذا وهكذا. وأنتم تعرفوا الآن يعني في المتوسطات وفي الثانويات يعني مناكر
من مخدرات ومن ومن بعد الحل أين سنجده؟ سنجده في التلفاز. ما زادنا التلفاز إلا يعني وبالا على وبال. المرجع يا سادة إلى الذكر، إلى التصوف. ارجع إلى الطرق الصوفية ستجد الحل. يوم كان الناس صغارا وكبارا أميين ومتعلمين متمسكين بالذكر كانت الأجواء صافية. ما كنا نسمع بهذه المناقة التي يعني تجري اليوم. ويكفينا أن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم قد وصف آخر الزمان، الحمد لله أن الوصفة جاءتنا من قبل، بأنهم أشر الناس زمانا. وين بقى نروحوا على وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كون ما يعيوا كل يجتمعوا الدعاة الآن كاملين يقولوا بأن هذا الزمان زمان يعني علو كلمة الإسلام نقول لهم لا حبس. هذا قيل في زمن سيدي قويدر قدس الله سره. نعم، قالوا له في الزمان هذه كانت بقى تظهر ذيك الفتنه تاع العشريه السوداء عندنا في الجزائر، قالوا راهم جايين وحدين وباقين ينصروا الدين وباقين يديروا باين يديروا. هم يتكلموا بين يديه. لما كملوا الكلام شوف يعني باش تعرف المساله راها خطط لها. يتكلموا بين قطب من الاقطاب ممن يجتمعون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظه، ومن يعني من اهل التربيه الروحيه يقولوا لهم جايين وحدين باين ينقضوا الاسلام. وهذا واش راهو يدير امامكم؟ هذا ينقض في الشيطان. خلاهم حتى نكملوا حديثهم. ومن بعد قال من الفاتحه يا سيدنا كاز الفاتحه، وقال لهم منين نديروا على حديث سيدنا رسول الله اللي قال بني الزمان قاضي يسوى، يعني قاعدين انتم باقين تصفى عليكم دوك تشوف وافتح. وهكذا الذي جرى. عاشت يعني العشريه السوداء عاشت الجزائر، لكن ماشي اللي كان في فرنسا ولا اكثر. هاو يجيب لنا الاسلام الخاطئ. اما يوم كان التصوف، يوم كان الدين دين التصوف في زمان فرنسا لم يعث الدين هكذا فسادا في الجزائريين. اما في زمن يعني استقلال وعث الدين فسادا فينا. لماذا؟ لانه دين خاطئ. ما هو هذا هو الدين. ما اذن يا سيدنا المرجع الى التصوف. الوصيه التي نوصي بها الاحباب الان، ونوصي بها الشباب، ونوصي بها الشابات. انا اتكلم على جيل الشباب بالاخص. الرسائل تاتينا بالالاف يعني من عالم كامل، يعني الكل يشكي حاله. يعني شهوات صبغت بها القلوب، ما نقول يعني لا دخلت القلوب، يعني القلب عاد صبغة شهوة، وشكوك وإلحاد صبغت به العقول، ويعني شهوات وشبهات وفتن أن يعني تجد أحد يقول أنا أدخل للصلاة نقرأ القرآن نروح الحج ولا نروح العمرة، ولكن قلبي مع الشهوات ومع الشبهات، مانيش في قلبي مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد لنا من ثورة، إحداث ثورة، يعني لابد من عملية جراحية كمان. هذه كيف تكون؟ لابد أن نأتي بالبديل المقابل، وبقدر ما دخل هذا وبقدر ما سيطر هذا يكون المقابل كذلك. يعني معناه كي تجي تقول له يعني اتق الله ما عادش تكفي، تقول له يعني روح صلي ما عادش تكفي، راه يصلي هو. تقول له روح اقرا الفقه يقول كان انا متفقه. يعني اليوم يعني جل الشباب ما شاء الله جامعيين وقارين، المساله ببساطه يعني ينظر هاك يفهمها، ماهوش ناقصه فهم، يعلم جيدا الحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين، ولكن طايحين في المتشابهات. هذه اللي ما يخرجونا منها الا القله القليله اللي يخرجونا منها ينشلونا منها، هذو الربانيين اللي تنورت قلوبهم بذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المرجع إلى الذكر يا سادة. والذكر نوصي بالرجوع إلى الطرق الصوفية. قد يقول قائل لماذا لا توصيهم بالرجوع إلى القرآن والسنة؟ كلمة حق ولكن أريد بها باطل، كما قال سيدنا علي لما خرج عليه هذوك الخوارج، قالوا له يعني بيننا وبينك كتاب الله. شاف سيدنا علي الجماعة اللي معاه ذوك يعني يروحوا مع هالكلمة الرنانة هذه كتاب الله، قال لهم كلمة حق ولكن أريد بها باطل. كان سيدنا علي يقول وانا شنو يعني واش راي ندير؟ يعني انا جايب كتاب من يعني بالتوراة ولا من الانجيل ولا جايب كتاب بوذا؟ هنا كانوا هذو جايب كتاب الله، وانا صحابي وانا يعني من ال البيت وانا خليفه من الخلفاء. يجيكم وحدين يعني لهم صحابه ولهم من ال البيت من بلاد اخرى يقولون نحكموا كتاب الله في صحابي رسول الله. شوف الاضلال كيف يسرى له. نعم. والذي قتل سيدنا علي لما جلدوه ما نطق بكلمه، فأخرج له أحد لسانه قالوا أنت على ماكش تتكلم هكا؟
ماذا قال هذا ابن ملجم؟ قالوا اترك لي لساني أذكر الله به. قالوا يذكر في مولانا مثلا، يعني يذكر في مولانا هو قاتل سيدنا علي، يعني تلبيسات بعضها فوق بعض وما أشبه الليلة بالبارحة. الخوارج يعني صبغة باقية في الأمة المحمدية، كما فعلوا هناك بصالحي ذاك الزمان يفعلون هنا بصالحي هذا الزمان. هكذا مولانا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. قول مزخرف، قول مزخرف يا سيادنا، تسمعوهم تعرض عليهم الفتوى في الانترنت، شباب يعني تدخل يعني هذه الصفحات هذا الدعاة ولا يتبعوا فيهم ولا كتبهم بالملايين المشاهدات، من بعد تعرض عليه: ماذا تقول في الصلاة النارية الصلاة الكاملة؟ لا، لم ترد، هذه بدعة، يعني عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله. يعني يجي الشاب مسكين في البداية يقول صح، يعني سبحان الله، هو منا يقول كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله، وإحنا نقول اللهم صل على صلاة كاملة على سيدنا رسول الله. يعني ماني عارف سبحان الله، كون يجي الشيطان يحكم بيناتنا ماني عارف لمن يعطي الحكم، مولا يعني يجي الحق سبحانه وتعالى. تلبيسات، زخرف القول، سبحان الله العظيم وبحمده. ما لهذا يا سيدنا قلنا المرجع إلى الطرق الصوفية. لماذا لا أقول إلى القرآن والسنة؟ لأن القرآن والسنة لسنا مؤهلين كلنا للفهم عن القرآن والسنة. هل كل الناس عندهم مستوى أن يعرب بسم الله الرحمن الرحيم؟ خرج ذات مرة وهابي عندنا هنا في البلاد يتكلم في العقيدة وكذا وكذا، ولكن طاح في إنسان يعني عاقل مرة، يعني بدأ يزمجر هكذا قالوا اصبر لي شوي قليل، قالوا اعرب لي بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ليس هذا مجالي، احنا مجالنا العقيدة. قالوا هل يعني صار النحو مجال واحد هو؟ هاك جيت في العقيدة وفت على آية خاصة بالعقيدة وما تعرفش تعربها، وش تعود لنا؟ ما تعود يعني في إشكال؟ هاكو هذا هو حالهم. قول له ما هي فرائض الوضوء؟ يقولك ما وش مجالي. قول له يعني رضي الله عنك ماكش تصلي انت، ما وش مجالك؟ وشني ما هو مجالي هذا؟ ما لا يا سيادنا، كل علم يرد إلى أهله. الذكر نعم موجود في القرآن والسنة، كما أن الفقه موجود في القرآن والسنة، ولكن نرجع لسيادنا الفقهاء. نعم هكذا، الذكر موجود في القرآن والسنة، ولكن لمن نرجع؟ السادة العارفين، سادنا الصوفية. لماذا؟ يبينوا لك. ما تيجيش وحدك يا سيدي وتروح يعني تهز الدواء وتاكل مباشرة، ولا تروح لازمك تروح للطبيب هو اللي يوصف لك قداه الكمية. وممكن نفس المرض ولكن تختلف الجرعة من شخص إلى شخص، هكذا. ومع يعني كذلك مراعاة المضاعفات في الدواء نفسه، وهكذا. كذلك في الدواء في الأذكار. ملا المرجع إلى العارفين بالله، ارجع إلى الطرق الصوفية. هذا القول على العموم. أما لنا نحن بالخصوص للمحبين والمريدين لمن سالكين طريق التصوف، هنا وصية أختم بها يا سادة. الذكر قديما كان عند ساداتنا المشايخ من قبل أن تأتي الاستعمارات والاستدمارات والاستثمارات هذه، يعني قبل نهار كان التصوف حق التصوف، كان الذكر لا يقال الذكر صح مريد حقيقة إلا من كان ذكره هجيرا، يعني كل وقت يذكر في مولانا. أما الأذكار اللي راه اليوم تاع الصباح والمساء، هذه أذكار صغار، أذكار المبتدئين، أذكار الأطفال، أذكار العجائز. هذا ذكر البركة قديما يسمونه. ما هوش هذا اليوم هو الذكر اللي كان في زمان. يعني الورد القادري مثال 5 الصبح صباح و5 العشية، هذه داروها سيادنا المشايخ لعامة الناس. بصح أنت مريد تبقى تذكر ربي سبحانه 1000 مرة في النهار، يعني ربع ساعة الصباح وربع ساعة العشية و23 ساعة ونصف كاملة مع الدنيا. ها يعني كنت نشوف جيوش الظلمات التي تدخل إلى القلب في كل ثانية أكثر من جيوش الأنوار، أم لا؟ هذا بالعقل فقط. الوقت اللي يديه الفيسبوك واللي تديه الشركة واللي تديه السوق واللي يديه كنت تكسره أكثر من اللي يديه الذكر. ومن بعد تقول أنا علاه ما لم أجد من الواردات كما وجد السابقون وأنا على أورادهم. هذه كذلك السؤال يطرحه البعض. نقول ومن قال لك أنت على أورادهم؟ أنت محسوب عليهم فقط، أما أورادهم حقيقة أبدا. الورد مثال القادري في زمان الشيخ سيد عبد القادر، يعني كان يعني يوم كامل أنت تذكر
في زمن سيدي أحمد الرفاعي هكذا، في زمن سيدنا الإمام الشاذلي. ولكن جاءوا المشايخ من بعد رأوا الناس بدأت تضعف وتبعد على الدين، بدأوا يخفوا لهم. حتى المشايخ الذين خففوا الأذكار لو رجعنا لهم، مثال سيدي إبراهيم بن أحمد قدس الله سره من مؤسسي الطريقة الحديثة، يعني مجددي الطريقة القادرية الذين أنشأوا الذكر العام، هو ورده كان يذكر يا سيادنا بالجرارة، يعني عنده خلوة، يعني السبحة تاعه ما فيها ماهوش معدود الحب اللي فيها. يعني ناس كانت تبات تذكر في مولانا سبحانه وتعالى كل وقت مع الذكر. لماذا الذكر هكذا كثيرا؟ الذكر لتتزود القلوب بالطاقة. اليوم الذكر يعني مثال الآن نقولوا شحن البطارية يعني تاع الهاتف ولا تاع السيارة، ومفروض كل ما زادت أوقات الظلمات قد ما نزيدوا نشحنوا أكثر. يعني كي نلحقوا تعود الشياطين تبان عيان، يعني راكم تشوفوا راكم تسمعوا وحدكم. يعني في الألعاب هذه اللي راها عند الشباب اليوم مانيش عارف أساميها وشنو، يعني حتى الأسامي تاعها تحسبها تقول كلام طايح، يعني ما هو في مستوى. واحد الأسامي يحطوها لا تقول راك تتكلم مش عارف كلام واش. هذه الألعاب اللي راها متيهة الشباب، يعني تلقى اثنين جالسين حدا بعضهم، واحد منسق منه واحد منسق منه، تقول انت راهم يتكلموا مع بعضهم هم مش عارف راهم يديروا. يعني هذه الألعاب الشيطانية اللي داخل فيها الشيطان بطريقة أو أخرى يا سيادنا، راها الشيطان عامل يعني عملته فيها. حكانا بعض من الأحباب قال يعني كان يعني في قرية من هنا في عندنا هنا في ورقلة إنسان جاب يتزوج زواج عادي على سنة الله ورسوله. نعم، في ليلة دخلته هذا الشاب عادي يصيح جيبوا الراقي جيبوا الراقي، قال يعني عادي يقول بلسانه تتكلم شيطانة أو جنية منه تقول ما أنا متزوجاته عندي 3 سنين وانتم شنو بتزوجوه، يلا الربح. كان عاد كل واحد متزوج شيطانة وكل واحدة متزوجة شيطان، احنا ربحنا. يعني اربح يا أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي قال فيه الزمان اللي قال فيه سيدنا رسول الله يعود الشيطان يشارككم في أولادكم. هذا ولا رانا نشوفه فيه الآن. يعني حتى ولو تزوج لو خلاته يتزوج هو باجي مساوي ذاك الابن، هو منين راضع البان الغفلة وجاي من يعني من قولي انت من ماء الغفلة وهكذا. إذن يا سيادنا العارفين كي رباونا على الذكر فهموا شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا أن الدين له صورة له جسد وهو الأحكام الشرعية الظاهرة أو العبادات، وله روح وهو الحضور هذا الذي هو في الذكر. فحينما يحضرون أنا جليس من ذكرني، من صلى علي صلى الله عليه، من سلم علي رد الله علي روح لأرد عليه. تبدأ الأنوار هذه، وإن الملائكة لا تصلي على أحدكم ما دام يصلي علي. هو ما دام في ذاكره يتزود بالنور، قد ما تزود بالنور يعود هو هذا في حد ذاته عنصر نوراني في المجتمع، يعود منارة ينير لنفسه أولا الصراط المستقيم والاستقامة وكذا، ثانيا لمن حواليه يطرد عليهم الشياطين حسا ومعنى. يعني سواء شياطين اللي بقت تلبس يعني بالإنسان وتوسوس له، ولا اللي راهم يعني ساكنين فيه وهكذا. لهذا يا سيادنا اليوم في هذا الزمان بالأخص كون يظهر يعني نص مريد، ما هو مريد واحد في قرية، شياطين تلك القرية كاملة تعود تحارب فيه. انظر يعني جعل الله سبيل الهداية وجعل الله سبيل الضلالة كذلك، فهديناه النجدين هكذا أم لا؟ كما جعل سبيل الضلالة من الشيطان جعلك سبيل الهداية من هنا، فافتح لنفسك أي مجال تريد. إذن يا سيادنا قلنا كثرة الذكر كثرة الأذكار، يعني معنى هذا تقول أنا نشاد ورد، كيف أكثر من الأذكار؟ أكثر من الذكر من جنس الذكر لك تذكر فيه. مثال عندك لا إله إلا الله في وردك، عندك صلاة على سيدنا رسول الله، عندك استغفار، وهذه يعني أغلب الطرق الصوفية تدور على هذه الأذكار الثلاثة. وعندك في الورد تاع الطريقة 100 مثال، جيب 100 كي يقضى الوقت باقي اجلس جلسة خلو بنفسك واذكر بالآلاف. وإذا استأذنت شيخا مربيا فأحسن. لماذا الشيخ؟ لتكون همته معك باش يطرد عليك الشياطين الآخرين ما يتلبسوش به. حتى المشايخ اللي احنا نقولوا متوفين يعني سيادنا العارفين راهم معانا يا سيادنا، احنا هو اللي ماناش معاهم، احنا اللي ماناش معاهم. ما دمت انتميت للطريقة الصوفية
أي طريقة، راهو لابد الشيخ الطريقة، مانيش نقدم لي الديس من عنده، الشيخ الطريقة همته معك، ينقصنا فقط الاستحضار يا سيادنا. وهذا الكلام الله وكيلنا عليه. الأرواح يا سيادنا ما تحتاج باش تتنقل، يعني يكون حاضر معاك ومع هذا ومع هذا، ولكن بشرط أنك أنت تكون متواصل. كي تكون أنت متواصل يعطيك، إلا ما كنتش ما عنده ما يدير لك. كيف نستحضر كيف نحضر؟ يعني الإنسان يجعل وردها ويذكر فيه الجرف، ولكن حبذا لكل واحد أن يخصص من نفسه وقت، أو من نفسه وقت خلوة. دير في الليل ساعة على الأقل، اجلس فيها متطهر مستقبل القبلة، مغمض عينيك، وابدأ في الذكر. لا إله إلا الله، الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفار. مثال، اجلس أبدأ بالاستغفار، عادة البداية بالاستغفار، وابدأ واستحضر. وحبذا عندنا شيء يسمى الرابطة. الرابطة ما معناه؟ اقرأ سورة الفاتحة واربط بينك وبين من تريد استحضاره من الصالحين. ومن قبل هذا أولا دائما الرابطة الفاتحة الأولى تعطى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الطرق الصوفية. يعني مثال أنا قال قادري، الرابطة أولا الفاتحة لروح سيدنا رسول الله، مش معنى باقي ندعي لسيدنا رسول الله، معناها استحضار أو فتح المجال بيني وبينه باش نكون في عنايته صلى الله عليه وسلم. الثانية نعم للشيخ اللي راك متواصل انت وياه. الثالثة لأهل الديوان الصالحين اللي راهم في هذا الزمان، باش ما تتخطاش، يعني كل حاجة برتبتها، يعني ما تتخطى شيخك وتروح لسيدنا رسول الله مباشرة، ما تتخطى أهل الديوان اللي في كل وقت، لأن ما مكان راهم فاني عندهم خدمة ومهمة راهم يقوموا بها. 3 فاتحات وابدأ، واستحضر بقلبك، يعني استحضر حقيقة بأنهم حاضرين. ومن بعد زمان هيم في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الأذكار. هذا الذكر بهذه النوعية فعاليته في القلب ستكون أكثر عددا ومددا بكثير من الذكر المطلق هذا اللي الإنسان مش حاضر فيه ولا. لأن السر في الحضور يا سيدنا، السر في الحضور، لأنه بقدر ما تحضر يبدو هم يمدوا فيك بالأنوار، وإذا جاك المدد معناها أن سيحصل إن شاء الله من بعد هذا الفتح. تلقى كثير يقول كان مثال، لماذا يعني عن السنين وأنا في الذكر وأنا في الطريقة وممكن ما شفتش في المنام ولا محظة؟ نقول له لعلك أنت ميزان ما استحضرتش، ميزان ما عادش عندك قابلية للاستقبال. ولكن لو بديت تستحضر شيئا فشيئا تبدا. والحضور باطني مش حضور ظاهر يا سيدنا. من الانسان ما يقولش فاتح عينيه، دائما اقول لاحباب وقت الذكر لا ما تفتحش عينك، لا ما تتعبش روحك، ما تظنش باقي تشوف حاجه وانت تشوفها بعينك. يعني الحضور راني نحكوا على شيء باطني، يعني الشيء اللي باقي تشوفه انت مغمض عينيك. مش هامنا احنا نشوف قد ما هو هامنا انهم يحضروا معانا بالمدد. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. كما اننا نستعيذ ان يحضرنا الشيطان، كذلك نبسمل باسم الرحمن أن يحضرنا مظهر الرحمة الإلهية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخلائف من بعده من ملائكة وأنبياء ورسل وصالحين، هكذا نهارات الزول الحجاب وتلقى روحك معها من أهل الحضرة، جند من جنود الحضرة. هؤلاء جنود الشيطان وهؤلاء جنود الرحمن. ولكن أنه الإنسان يضع قدمه في البداية. وإياكم وقطاع الطريق. الخارجيين يعني أو الباطنيين. الخارجيين هم يعني بعض من الفقهاء أو من الناس يعني اللي الفهم يقول لك لا ومن تتصل كذا وكذا. أما الباطني هو التسويف أو القنوط أو بعض، يعني تجد عند البعض يعني هو تواضع، ولكن صورة تواضع ولكنه هو تكاسل وتخاذل. تقول لي وكان لست أهلا. شوفوا يا سيادنا، كلمة لست أهلا قولها من بعد العمل مش قبل العمل. ولا واحد يقول أنا ويناه اللي يحضر لي الشيخ، أنا ويناه اللي كذا. الإنسان بحقيقته شيء مقدس. الوجود هذا قائم على الإنسان يا سيادنا. كل كما رانا الأمة المحمدية كاملة كما راها كلهم أسماءهم وملفات بين يدين سيدنا رسول الله. شنو تقول واحد ما يعرف هو نبيك وتقول ما يعرفك صلى الله عليه وسلم، ما لو شراو يدير سيدنا رسول الله. والأولياء الأقطاب من الأمة المحمدية كذلك عارفين كل الأمة بالتفاصيل، وكل واحد والدواء والداء تاعو. بقات انت تروح للصيدلية ولا ما تروحش، ولا تروح للطبيب ولا ما تروحش. لا سيما إذا انتميت إلى طريقة، إذا انتميت للشيخ طريقة، أي طريقة من الطرق الصوفية، فأنت تحت ظله وتحت جناحه.
ولا يا سيادنا كثرة الذكر. وأوصوا من حواليكم، أبنائكم، نساءكم، يعني أحبابكم، اللي جاك يشكي قول له كثرة الذكر. راها الشياطين دخلت معانا في كل شيء، الفيروسات دخلت في كل شيء. كما أن يعني الفيروسات تعرفوا هذيك الإلكترونية هذيك تفسد الهواتف وكذا، الإنسان فيروساته الشياطين الظلمات. تلقاو كذا معطل على الزواج، معطل على الولادة، معطل كذا على القراية، معطل في النوم، نجي نوض هذه كلها سببها الظلمات. جربوا يا سيادنا، غوصوا في الذكر على الأقل 1000 استغفار، لا إله إلا صلاة على سنة فما فوق، 10,000 20,000، وتشوف الخفة اللي تلقاها. ما تحتاج راقي ولا تحتاج تشي، نورك فيك. الحمد لله سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ولكن ضعفنا هو اللي أحوجنا أننا نعودوا نديروا يعني كما نقولوا احنا في مجالس الذكر ويا ربي. أما هي المفروض راك مريح في دارك، تجيب ذكرك وحدك، تكون في حالة اتصال. هذا والله ورسوله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدنا يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، والسلام عليك صلى الله عليك وعلى آلك والرضا عن أصحابك يا خير من اختارك الله. اللهم صل عليك يا رسول.